السلام عليكم، ايه الاخبار؟ لو انت شغال 12 ساعة فبصراحة انا منصحكش بحاجة زي كده انك تكمل فيها على الاقل فترة كبيرة في حياتك. لان انا برضو كنت شغال قبل كده 10 ساعات و12 ساعة، وحاولت ان انا يعني امشي من الوضع ده، والحمد لله مشيت من الوضع ده. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان كده كده الكلام سهل، انا معاك. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انت مهما حاولت تمشي هتلاقي في حاجة بترجعك لورا. بس انت معلش شغال 12 ساعة، ومعاك ساعة ولا ساعتين مواصلات، فطبيعي تبقى شايف انك معكش وقت تعمل في حاجة. هو فعلا انت معاك وقت ضيق جدا جدا. كمان مرة انا عن نفسي لما كنت بحاول اعمل حاجة، قبل ما اروح الشغل كنت بتعلم انجليزي، ولما بروح بتمرن. ده اللي كنت اقدر اعمله يعني، دي اقصى حاجة كنت اقدر اعملها كمان. ب... ف... يعني كل اللي اقدر اقوله لك انك حاول تحط او تيجي على حاجة في يومك، اللي هو النوم مثلا او شوية من الشغل، اي حاجة انك تعمل اي حاجة تانية. برضو انا مش هقول لك ايه هي الحاجة لان مفيش حاجة هتمشي على الكل يعني. بس حاول تعمل حاجة تهرب فيها من الوضع اللي انت فيه ده. لو ركز معايا، لو الوضع ده مش عاجبك فاهم، مش تمشي من الوضع وخلاص. هو انا الحمد لله حاليا بتمرن في البيت، وشغال فيديو اديتور في البيت، كنت كريتور على قناة تانية محتوى عن المونتاج وكده. وعمري اصلا ما تخيلت ان انا كنت ابقى فيديو اديتور. فاهم، مش هو فيديو اديتور دي حاجة يعني مش مبهرة يعني، بس انا ما كنتش عايز ابقى فيديو اديتور في العموم. بس انا مشيت كده لحد ما ان ربنا جابه يعني مع الوقت. لقيت نفسي بتعلم مونتاج واشتغلت الحمد لله يعني. فكل اللي اقدر اقوله لك ان لو انت بالذات شاب يعني عندك 16 18 20 25 سنة او اكتر يعني عادي، وعايز تمشي من الوضع اللي انت فيه ده، شايف انك فاقد الشغف، ما عندكش طاقة، الدنيا جاية عليك وهكذا يعني. فحابب انبهك ان انت في اكتر وقت في حياتك كلها في طاقة عندك يعني. سمعت صوت هنا. ده اكتر وقت في حياتك انت عندك فيه طاقة. فاهم قصدي؟ هتقول لي اصل انا ما عنديش طاقة، اصل انا حاسس بفقدان شغف. صدقني ده اكتر وقت انت عندك فيه طاقة، وانت عارف كده. يعني الطاقة المحدودة اللي عندك دي اكبر طاقة انت ممكن توصل لها في حياتك كلها، لان انت في زهرة شبابك. فلو هتطلع من الفيديو ده بمعلومة هي انك حتى لو شغال 12 ساعة ما اعرفش لو شغال 14 ساعة، ما جربتش بصراحة. بس حتى لو شغال 12 ساعة انت تقدر تمشي من الوضع اللي انت فيه ده. يعني الموضوع يبقى صعب، مش عايز اقول كلمة تانية، بس الموضوع يبقى صعب جدا، صعب جدا جدا انك تمشي من وضع زي ده. لانك ايه ده؟ لانك ثانية كده. بيعمل ايه الفرق؟ المهم، تخيل تتكلم مع واحد ماسك، انت كده كده محتاج تطلع من الوضع اللي انت فيه ده. انا نسيت والله كنا بنعمل ايه. المهم ان انت حتى لو شغال افتكرت انك حتى لو شغال 12 ساعة في اليوم فانت تقدر تمشي من الوضع اللي انت فيه ده. بس الموضوع ده صعب جدا، تمام؟ صعب جدا، صعب موت كمان، وخصوصا لو انت شغال فترة طويلة. انا كنت شغال في الصيف بس، فاهم؟ بس لو انت شغال فترة اللي هو فترة كبيرة، لو انت شغال دايما، فاهم؟ الموضوع هيبقى اصعب بكتير. مش بقول لك ان هو سهل، ما قلتش ان هو سهل، وما ما تجيش تقول لي في الكومنتات اصل لو حد شاف الفيديو اصلا ما تجيش تقول مثلا كلام سهل. محدش قال ان الكلام صعب، محدش قال كده، تمام؟ ف حاول تمشي من الوضع اللي انت فيه ده. لان انا برضو لما كنت شغال، لان انا اشتغلت كذا مره وما سلكتش في اغلب المرات، اشتغلت كذا مره بس مش كله كملت في الشغل. في شغل رحت العصر جيت المغرب، فاهم؟ الموضوع ده مؤذي نفسيا قدام اهلك وكده. بس يعني هي الدنيا كده، فاهم؟ آه، اكتشفت برضو ان انا مش بتاع شغل، فاهم؟ انا حتى واحد صاحبي قبل كده قالها لي. هو كان بيقولها، المفروض كان بيقولها بهزار يعني، لو انت مش بتاع شغل، بس هو طلع عنده حق.
أنا مش بتاع شغل، والله أنا مش بتاع شغل، أنا ما بعرفش أشتغل عند حد، ما بعرفش أحس إن أنا عمال أعمل حاجة لحد تاني. والكلام ده قبل ما أتفرج على السوشيال ميديا وأتأثر بيه، فاهم؟ الكلام ده موجود قبل كده يعني، إن أنا كنت جربت قبل كده أشتغل قبل ما يبقى معايا تليفون، فاهم؟ السوشيال ميديا نمت الحتة دي عندي، اللي هو ما تشتغلش عند حد مش عارف ايه وكده يعني. فما اعرفش انت ممكن تبقى زيي ولا لا، بس محدش هيحب يشتغل عند حد بصراحة، يعمل الشخص اللي هو عايزه. بس هل لو انت مش هتعرف تشتغل عند حد هتعرف تشتغل عند نفسك؟ لو انت مش عايز حد يقولك تعمل ايه، هل هتعرف انت تجبر نفسك بالكلمة لما تقول هعمل كذا تبقى تعمل كذا؟ لو انت كده فانت تمام، انت مش بتاع شغل عند حد. بس لو انت مش كده فانت متأثر بالسوشيال ميديا على الكلام اللي بيتقال ومش اكتر يعني. اعتقد كده كفاية يعني، لو هتطلع من الفيديو ده بحاجة واحدة، وده مش نصيحة والله، بس انا بقول كلام لنفسي الصغيرة، اساس إن انا كبير يعني. المهم يعني، لو هتطلع من الفيديو ده بحاجة واحدة بس، فهو انت لو شايف ان مفيش وقت، فصدقني في وقت بس محدود جدا لدرجة ان هو ما بيتشافش يعني. ممكن بتاع تلت ساعة في اليوم، نص ساعة اللي بتقعد فيها على التليفون في اخر اليوم، تهوى على نفسك شوية. هتقول لي انا هضحي بالوقت بتاعي مش عارف إيه، ما تعمل ايه يعني؟ ما انت اتولدت لقيت نفسك في الظروف دي، فاهم؟ ما عندكش حل غير انك يا تفضل فيها يا تمشي منها، والاتنين اوحش من بعض او اصعب من بعض يعني. فبس كده. وفي اخر الفيديو زي ما قلت لك، انا مش بنصحك، ما بنصحش انا عشان ما تاخدش كلامي وتمشي بيه طبقه بالحرف، بس بقول لك ايه، وجهة نظر جديدة يمكن تنور لك حاجة في دماغك، وبس كده. ليه بثبت في الاخر؟